الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين وعلى آله الطيبين وصحابته الكرام الميامين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمراد بالسابقين الأولين كل شخص دخل في الإسلام وآمن بالله ورسوله محمد قبل أن يهاجر رسول الله من مكة إلى المدينة المنورة. هؤلاء هم السابقون الأولون الذين فضلهم الله على سائر أفراد الأمة، من مضى منهم ومن سيأتي إلى يوم قيام الساعة. ولن يأتي بعد هؤلاء من يساوي أدنى واحد فيهم فضلا ومرتبة ومنزلة عند الله. وهؤلاء قسمان: قسم يقال لهم المهاجرون، وهم جميعهم من أهل مكة، وقد سموا بهذا الاسم لأنهم هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة وقت أن كانت الهجرة إليها فرضا على المسلمين، وكان منهم عمار بن ياسر وبلال بن رباح وأبو ذر الغفاري وغيرهم. والقسم الثاني يقال لهم الأنصار، وهؤلاء كلهم من أهل المدينة المنورة، ناصروا رسول الله وأصحابه المهاجرين، وكانوا أعوانا لهم في نشر الدعوة والدفاع عنهم. اسم الأنصار اسم إسلامي لم يكن قبل ذلك، إنما أهل المدينة أغلبهم من قبيلتين: قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، فكانوا يسمون الأوسيين والخزرجيين، ولكن بعدما نصروا رسول الله سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. وروى ابن حبان في صحيحه بالإسناد الصحيح من حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. يستدل من هذا الحديث أن هؤلاء العشرة هم في مقدمة السابقين الأولين، هم أفضل السابقين الأولين. هؤلاء جميعهم من المهاجرين، وهم خيار أصحاب رسول الله، لأنه عليه الصلاة والسلام عدهم في مجلس واحد وأخبر بأنهم من أهل الجنة. وأفضل هؤلاء العشرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم الخلفاء الراشدون. ثم بعد هؤلاء العشرة سائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هؤلاء جميعهم مرضيون عند الله، وكلهم راضون عنه. الله إذا أخبر في القرآن أنه راض عن عبد فلا يسخط عليه أبدا، وكل من رضي الله عنه فلا يكون مسخوطا عليه أبدا. فمن أساء الظن بواحد منهم واعتقد أنه صار مسخوطا عليه بعد وفاة رسول الله فقد خالف القرآن. الله تعالى عالم الغيب، عالم بما مضى وعالم بما سيأتي، فلو كان يحصل من هؤلاء الذين أخبر الله تعالى عنهم ما يوجب السخط عند الله لم يخبر في القرآن بأنه رضي عنهم، ولكن الله علم أنه لن يحصل منهم ما يوجب سخط الله عليهم. فجميع السابقين الأولين سواء أكانوا من المهاجرين أم من الأنصار هم أولياء الله وأحبابه، ولا يموت الواحد منهم إلا وهو راض عن الله والله راض عنه. وأما معنى رضاهم عن الله فهو عبارة عن كونهم مؤمنين صادقين مسلمين لله تسليما. ثم إن أهل البيت كانوا مع أولئك: علي والعباس وأولاد العباس العشرة، كل هؤلاء كانوا يصلون وراء الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. ما أحد من أهل البيت أنف أن يصلي خلف هؤلاء الثلاثة، لولا أنهم كانوا يحبونهم محبة صادقة ما كانوا يصلون خلفهم.
ثم زيادة على ذلك مما يدل على أن أهل البيت كانوا راضين ومحبين محبة صادقة لهؤلاء الثلاثة لا منافقة فيها، أن عليا كان له أولاد، سمى واحدا منهم أبا بكر، وآخر عمر، وآخر عثمان الأكبر، وآخر عثمان الأصغر. ثم الحسين بن علي كان له ولد سماه أبا بكر، قتل مع أبيه الحسين في كربلاء، فلولا أنهم كانوا يحبون أبا بكر هل كانوا يسمون أبا بكر؟ ثم إن عليا زوج عمر بن الخطاب في زمن خلافته أم كلثوم بنت فاطمة أخت الحسن والحسين. من أجل التبرك بنسب فاطمة تزوج عمر وقد كان خليفة على المسلمين أم كلثوم أخت الحسن والحسين، فولدت له ولدا سماه زيدا، كان يسمى زيد بن عمر. ثم بعد وفاة عمر رضي الله عنه توفي زيد وأمه في آن واحد، فصلى المسلمون عليهما في آن واحد صلاة الجنازة. الولد وضع في المقدمة وأمه وضعت خلفه. لو كان في نفس علي حزازة من عمر ما كان زوجه بنته الصغيرة السن في الوقت الذي كان فيه عمر بين 50 و60 خليفة على المسلمين. ألا يكفي هذا دليلا على صدق محبة علي لعمر ولأبي بكر؟ ففي هذا التزويج دليل على أنه راض عن خلافة عمر وراض عن أبي بكر الذي استخلف عمر. فمن حقق النظر في أحوال الصحابة علم يقينا بلا شك ولا ريب أن أهل البيت كانوا محبين لأهل السنة، بل وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم إن من دلائل صدق محبة أهل البيت للخلفاء الراشدين الثلاثة أن امرأة تسمى أسماء بنت عميس كانت من الصحابيات، وكانت زوجة جعفر ابن أبي طالب أخي علي ابن أبي طالب. وكان جعفر هذا يلقب بالطيار، وقد سمي بالطيار لأنه بعدما قتل في معركة مؤتة جاء جعفر بن أبي طالب مع جبريل وميكائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فرد عليهم السلام. وكانت زوجة جعفر بالقرب من رسول الله، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، هذا جعفر مع جبريل وميكائيل سلموا علي، فرددت عليهم السلام، وأخبرني أنه أصيب في مقدم جسده ب70 إصابة أو 70 ونيف، وأنه قطعت يده اليمنى ثم يده اليسرى، فلما قطعت يداه عوضه الله عنهما جناحين يطير بهما في الجنة. وإنما أخبر رسول الله بذلك بوحي من الله قبل أن يأتيه الخبر عن الجيش، ثم جاءه الخبر عن الجيش بما يوافق ما قاله، يعني أن جعفر لما قطعت يده اليمنى حمل الراية بيده اليسرى، ثم لما قطعت يده اليسرى أخذها زيد بن حارثة، ولما قتل زيد بن حارثة أخذها عبد الله بن رواحة. فأسماء هذه ولدت لجعفر الطيار ولدا سمته محمدا. ثم لما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق في غزوة حنين، فولدت لأبي بكر ابنا سمته محمدا أيضا. ولما توفي أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب. وقد روى الشعبي أن أسماء افتخر ولداها محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر بحضور علي: أنا خير وأكرم أبا. فقال علي: اقض بينهما يا أسماء. فقالت أسماء: ما رأيت شابا أكرم من جعفر وما رأيت شيخا أكرم من أبي بكر. فقال علي رضي الله عنه: وما أبقيت لنا؟ انظروا إلى صدق محبة علي لأبي بكر بعد مماته، فكيف في حياته؟ فهذه الحادثة تشهد أن عليا كان يحب أبا بكر رضي الله عنه محبة ليس فيها نفاق ولا رياء، لأنه لو كان لا يضمر محبته لكان غضب عندما قالت أسماء: ما رأيت شيخا أكرم من أبي بكر، بل قال: وما أبقيت لنا.
فلا يكون الإنسان عند الله تعالى مقبولا تقيا مرضيا مهما عمل من الحسنات ما دام في قلبه بغض لأحد من الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. لا يكون عند الله تعالى من الأخيار ولا حتى قريبا منهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في الجنة مع الحبيب الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا.